السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنتخب السعودي ينسحب من بطولة كأس الخليج العربي، والمنتخب اليمني يقترب من تحقيق أول لقب في تاريخه. ولكن قبل ما ندخل بتفاصيل الفيديو التي تدعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل جديد. بعد أن أجريت قرعة خليج 25 التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية، وبمشاركة 8 منتخبات عربية في المجموعة الأولى: المنتخب اليمني والمنتخب العراقي والمنتخب السعودي والمنتخب العماني. أما في المجموعة الثانية: المنتخب الكويتي والمنتخب الإماراتي والمنتخب البحريني والمنتخب القطري. وبقرار مفاجئ من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة خليج 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وإنما سيشارك بالمنتخب الأولمبي. وبهذا القرار يعطي المنتخب اليمني فرصة التنافس على تحقيق اللقب. وأما عن نظام البطولة، يتأهل صاحب المركز الأول والمركز الثاني من المجموعتين مباشرة إلى الدور النصف النهائي. وأما عن موعد انطلاق خليج 25 وذلك في 7 من شهر يناير 2023. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ودمتم في أمان الله وحفظه.